وليد عبد ربك، كابتن أحييك. في البداية دعني أسألك بشكل مباشر، وصل الاتحاد كثيرا اليوم في خط ال 18 بالنسبة للفريق الشبابي، لماذا يصل فريق كالاتحاد إلى منطقة ال 18 كثيرا أمامكم اليوم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. أنت تتكلم عن فريق الاتحاد، أنت ما تتكلم عن أي فريق. فريق الاتحاد فريق كبير قادر يوصل في أي وقت وفي أي لحظة لمنطقة ال 18، وأنت ما تلعب. لو تلعب ضد فريق صغير أنا أقول لك ما تلعب ضد نجوم كبار، نايف الزازي زيايا، والحمد لله يعني النتيجة مرضية للطرفين. مرضية بالنسبة لكم كشبابيين؟ والله شوف، أنت تلعب مع منافس، أهم شيء أنك من المنافس ما تخسر، إحنا هدفنا الفوز، لكن الله ما راد. الحمد لله على كل حال، يعني نتيجة تعادل من نادي الاتحاد يعني نتيجة طيبة الحمد لله. أسألك أيضا في اليوم ركلتين جزاء أو 3 ركلات جزاء، اليوم نحكم على الدفاعين في الفريقين أنه كان هناك عدم تركيز؟ والله شوف، أنا أحب أشيد بحكم المباراة صراحة، 3 الركلات كلها صحيحة 100% ولا عليها أي غبار. وبالنسبة يعني أنت تقول خط الدفاع، أنا طبعا كرة القدم أخطاء، استفاد الفريقين من الأخطاء اللي حصلت من الدفاع وسجلوا البلنتي. غيابات كانت في مخيلتكم أمام الاتحاد؟ والله أنا عن نفسي يعني بالذات أنا أتكلم عن نادي الاتحاد، نادي الاتحاد نادي كبير ما يتأثر بأي لاعب. أنا يعني هم اليوم بيقولوا محمد نور وأسامة مولد وأنا شايف إنه مبروك اليوم ما لعب، وسعود كريري، أي نعم هذول نجوم كبار. أيضا الموجودين داخل الملعب لعيبة الاتحاد كلهم نجوم كبار وممثلين منتخبات وطنية في جميع المراحل سواء سنية أو منتخبات يعني أول. يعني فريق الاتحاد كبير بصراحة ما يتأثر بأي لاعب. الله. شكرا وليد.